And the Oscar goes to, sorry, I was waiting. Germany for The Lives of Others. فيلمنا أحداثه بتدور بعد الحرب العالمية التانية لما ألمانيا اتقسمت لألمانيا الشرقية والغربية، وتحديدا في الفترة اللي قبل سقوط جدار برلين. بيبدأ فيلمنا الألماني The Lives of Others، الفيلم اللي حصل على جايزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي سنة 2007، بمشهد بيعرض لنا شخصية الضابط فيسلر وبيعرفنا على بطل فيلمنا بطريقة show and don't tell. الكاتب مش محتاج يقولك إن فيسلر شخص قاسي وصلب، وإن عنده أفكار وقناعات ثابتة متمسك بيها لأقصى حد، ولا هيقولك إن أهم حاجة عنده شغله حتى لو هيدوس على الناس عشان ينجز شغله ويوصل للي هو عاوزه. لا، الكاتب بيعرض لنا ده بعبقرية وهو بيفرجنا على فيسلر وهو بيستجوب المتهمين وقد ايه بيعمل ده بقسوة من غير ما يتأثر او يتهز حتى، وكأنه روبوت متبرمج على ده ومش انسان ابدا. وهنلاحظ ده لما نتعرف على طريقة فيسلر في التحقيق مع المجرمين، واللي هيشرحها المجموعة من الطلبة في محاضرة. الضابط فيسلر هيقول للطلبة انه بيعتمد على طريقة فعالة جدا في التحقيق عشان يوصل للمجرمين، وهي انه يضغط اللي قدامه نفسيا ويحطه تحت توتر وشدة اعصاب مستمرين لوقت طويل، وقت ما يقلش عن 48 ساعة متواصلة. وده بيتم عن طريق ان الضابط بيخلص تحقيق مع المتهم ويسلم الضابط اللي بعده الدور يكمل معاه التحقيق، والمتهم لسه ما نامش طول الوقت ده، وبيستمر الضغط النفسي ده على المتهم لحد ما ينهار ويبان هو فعلا مجرم ويستاهل العقاب ولا بريء. وبعد ما بنشوف في بداية الفيلم ازاي بيتعاملوا مع المتهمين اللي لسه ما تأكدوش حتى انهم مجرمين، هتعرف ليه انا وصفت فيسلر بانه مش انسان. وعبقرية المخرج هنا في انه قدر يدخلنا في اللي الفيلم عايز يقوله على طول. الفيلم مش جاي يحكي لنا ايه اللي حصل في الفترة الزمنية دي في ألمانيا، لكنه جاي يشاور لنا على حاجة أبعد وأعمق بكتير هنكتشفها سوا على مدار المراجعة في حلقتنا النهاردة، بعد ما بنشوف شخصية الضابط فيسلر الصعبة وبنتعرف عليه في بداية الفيلم. الفيلم بعدها بيعرض لنا شخصية الكاتب جورج بطل فيلمنا التاني، وشخصية الكاتب جورج بتكون على النقيض تماما من شخصية الضابط فيسلر. جورج ممكن توصفه بكلمة واحدة: إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جورج شخص عنده مشاعر ومبادئ ومستعد يضحي بكل حاجة عشان إنسانيته. بنتعرف على جورج وبنعرف إنه كاتب مسرحي بيكتب مسرحيات وبيحب الممثلة كريستا اللي بتلعب دور البطلة في مسرحياته، وجورج بيكون مبسوط مع كريستا والدنيا ماشية زي الفل، لكنه ما بيكونش عارف إن كريستا على علاقة غرامية بشخص مهم في الحزب. كريستا بتقابل الشخص ده وبتفضل على علاقة بيه عشان هو بيوعدها إنه هيساعدها تكون ممثلة ناجحة ومشهورة، وإنه هيفضل يديها الأدوية اللي هي مدمنة عليها. ورغم التعقيدات دي إلا إن حياة جورج بتفضل عادية لحد ما ضابط من الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية بيتكلم عن إنهم شاكين في جورج وعايزين يتأكدوا إذا كانت في حاجة هو بيعملها بتثبت إنه متهم ويستحق السجن ولا لأ. وساعتها كلام الضابط بيقنع رتبة أعلى منه وبيقرر إنهم يراقبوا جورج عشان يعرفوا كل حاجة عنه ويتأكدوا إذا كان جورج خاين لألمانيا ولا لأ. ويمكن يا صديقي دي أول مشكلة الفيلم بيعرضها لنا، وهي سلطة النظام الفاسد وإزاي الأنظمة القمعية بتتعامل مع الناس كأنهم درجة أقل من المسؤولين، تقدر تقول كده مواطنين درجة تانية، بغض النظر الناس دي بريئة ولا متهمة، بتحب بلدها فعلا ولا ليها دور في المجتمع ولا لا. طالما مش من ضمن النظام ومش من رجالتنا فهم اقل مننا وهنتعامل معاهم على اساس المبدأ ده. احنا النظام ومن حقنا نراقبهم ونحاكمهم كمان على افكارهم لو مش على هوانا، وكله في سبيل الحاكم. مش مهم بقى انتهك خصوصيته واسمع كلامه الخاص بينه وبين صديق ليه او حتى اشوفه وهو مع حبيبته، المهم اننا نحمي النظام او بمعنى صح يحموا الحاكم اللي بيوجههم. والنظام الفاشي ده تأثيره ما بيكونش على شخص او مجموعة اشخاص حتى، كل الناس بتتأثر بيه مع الوقت وبطرق مختلفة. وهنلاحظ ده في الفيلم لما نلاقي النظام الظالم مش بس بيجي على الكاتب جورج، لا كمان النظام بيظلم صاحبه ألبرت المخرج لما بيحطه على القائمة السوداء وبيمنعه انه يخرج اي فيلم لان ألبرت مخرج متمرد ومش بيسمع كلام النظام وبيخرج افلام بتحرك الشعب ضد النظام. وبسبب منع ألبرت من انه يخرج افلام بتبدأ معاناته الحقيقية مع النظام، مش عشان الموضوع شخصي وجاي على شغله بس، لا الموضوع بالنسبة لألبرت او بمعنى أصح بالنسبة لأي فنان حقيقي بيكون أعقد من كده بكتير. المعاناة الحقيقية بتحصل لما تكتف الفنان ده وتخليه مش قادر يبدأ. وفي جملة عبقرية في الفيلم بتوصف حال المخرج اللي مش قادر يعمل الحاجة اللي بيحبها، بتقول: ما المخرج دون إخراج إنه طاحونة بلا ذرة. والطاحونة من غير ذرة هي حاجة ملهاش لازمة زيها زي قلتها، ودي كانت حالة ألبرت، بقى شخص ملوش لازمة.
ألبرت كانت حياته كلها بتدور حوالين فنه اللي بيحبه، فتخيل لما تمنع عنه فنه هيعيش يعمل ايه؟ ولا حاجة. ألبرت ما كانش عارف يعمل ايه ومش لاقي طريقة يعبر بيها عن نفسه ورأيه، اتحول من فنان لإنسان يائس ومحبط، وده اللي السلطات القمعية بتعمله لما بتقيد الفنان. الإبداع عايز حرية مش قيود تربطه وقفص يمنع انه يطير. القيود دي قادرة تدمر كل معنى في حياة الفنان، بل وقادرة تدمر حياته نفسها، وده اللي هنشوفه في الفيلم لما ألبرت يقرر ينهي حياته. فيلمنا عبقري في كل تفاصيله حتى في اسمه، حياة الآخرين Lives of Others. ممكن نفسر اسم الفيلم على إنه بيقصد حياة الآخرين اللي السلطة مش بتحترمها خالص، وبتنسى إنها حياتك الخاصة وبتحاول تتدخل فيها وتسيطر على كل تفصيلة فيها، وبتعمل ده عن طريق إنها تتحكم فيك وتحط قيود عليك لحد ما تخليك زي اللعبة في إيديها، تعمل فيك اللي هي عايزاه. لو رضيت عنك هتعيش مبسوط في الجنة بتاعتهم زي الضابط فيسلر كده اللي بينفذ أوامرهم وبيقول حاضر ونعم. أما بقى لو غضبت عليك زي ألبرت أو حتى شكت فيك زي جورج، فهي قادرة تقلب حياتك دي جحيم. أو يمكن الاسم يقصد حياة الآخرين اللي النظام بيدعي إنه عارف عنها كل حاجة وإنه حافظ تفاصيل حياة المواطنين بتوعه، في حين إن على مدار الفيلم بيظهر لنا العكس تماما، وقد إيه الآخرين دول بشر زيهم زي أفراد النظام وليهم حياة خاصة ليها أبعاد مختلفة وتفاصيل مستخبية غير اللي النظام شايف الناس كلهم بيها. وقد إيه الصورة النمطية اللي النظام بيبص بيها على حياة الآخرين هي صورة غبية، لأن الآخرين دول بشر مش آلات. وآخر تفسير للاسم هو هل حياتك لو اتشابكت مع حياة الآخرين بشكل أو بآخر هل هتأثر فيك ولا هتكمل حياتك ولا كأن حاجة حصلت؟ كل المعاني دي هنلاقيها حاضرة على مدار أحداث الفيلم، واللي بيكمل وبيتعمق أكتر في شخصية فيسلر، وبنشوف قد إيه الشخصية دي هي تجسيد للشر اللي ماشي على رجلين. فيسلر زي ما قلت لك هو روبوت، جزء من النظام، أهم حاجة عنده إن كل حاجة تمشي زي ما هو عايز، أو بمعنى أصح زي ما اللي فوق عايزين، ومهما كان تمن ده ففيسلر مش هيتردد وهيعمله عشان بس يحقق هدفه. فيسلر مش بيبين مشاعر تعاطف أو تأثر مهما شاف أو سمع، لا كمان فيسلر جواه كراهية وحقد غير مبررين، وده بيبان لما بيسرق كتاب من بيت جورج، والفعل ده غريب جدا. اكيد فيسلر ما كانش بيدور على الكتاب ده من فتره وما صدق لقاه، وغالبا اهتماماته مش هتكون اهتمامات جورج، بس تقريبا هو عمل كده غلاسه مش اكتر. بيفضل فيسلر يظهر قدامنا اكتر ونكرهه اكتر، وتبقى عايز تكسر الشاشه لما تشوفه، لحد ما بيركز اكتر مع كلام جورج وهو بيراقبه، بيركز في المشاعر اللي ورا الكلام ده. فيسلر في الاول كان بيسجل الكلام اللي جورج بيقوله عشان ياكد او ينفي التهمه السياسيه اللي شاكين فيها، وده خلاه يركز في كل كلمه وكل حرف. لكن مع الوقت فيسلر بيروح لابعد من الحروف، بيروح للمشاعر اللي في كلام جورج، وبيسمع الموسيقى اللي جورج بيسمعها وبيتاثر وبيعيط. لاول مره انسانيه فيسلر بتعلن تمردها وبتقول أنا هنا، لما بيشوف حواليه قد إيه الناس في الشوارع وفي كل مكان بتعاني من ظلم الشرطة السرية في ألمانيا. كل يوم وبكل شكل ممكن تتخيلوا الناس بتعاني. الفيلم هنا مش بس على قد إيه السلطة ممكن تخلي الناس بتعاني بالظلم والقمع، لا كمان عن اننا كلنا بشر، وان فيسلر النموذج اللي كان في اول الفيلم جزء لا يتجزأ من النظام وشخص جاف ما يعرفش معنى الرحمة بيتغير ويبقى شخصية نبيلة وانسانيتها بتغلب مصلحتها بالظبط زي جورج. وده اللي بيظهر لما فيسلر بيتحط في امتحان صعب، قرار بيحدد هل فيسلر فعلا بقى انسان بجد ولا دي كانت لحظة تأثر لبقايا ضميره وراحت لحالها. الامتحان ده كان ان فيسلر سمع ان جورج ينشر مقال عن الانتحار، وده بعد ما المخرج ألبرت انهى حياته بسبب الحكومة. المشكلة في المقال ده ان جورج بيخبط فيه في الحكومة جامد، وطبعا ده بالنسبة للحكومة خيانة ومؤامرة لازم تقف، وفيسلر ظابط شاطر وعارف ده. لكن مين هيغلب، الضمير اللي صحي من شوية وفكره انه انسان، ولا شخصيته اللي اتكونت على مدار سنين بحكم شغله ومصالحه؟ هل فعلا النظام القمعي قدر يمحي الإنسانية أو يخليها ملهاش لازمة في فيسلر ويدوب آخرها بس دمعتين ينزلوا وهو متأثر، ولا ضمير الشخص أقوى من كل القيود دي؟ فيسلر بيشوف إنه لو سكت عن اللي سمعه يبقى خاين لبلده وما يستحقش يعيش فيها، فبيكتب تقريره وبيجري يسلمه للقائد، ولكن ضميره بيمنعه يعمل ده في الثانية الأخيرة. ويمكن اللي ادى ضميره الزقة دي وصحاه من النوم إنه شاف القائد والضباط هناك بيعاملوا الناس ازاي وبيهنوهم، وان الشرطة دي ما تستحقش التعاطف وانه يقف جنبهم، لكن تستحق انها تتكشف قدام الناس اكتر، وان مقال جورج يكون هو النور اللي هيشيل الظلمة دي. وفعلا ده اللي بيحصل. فيسلر بيتغير ويبقى انسان، لانه بدل ما يراقب جورج واصحابه قرر يحط نفسه مكانهم، قرر يجرب انه ينزل من عرش النظام ويبقى واحد من الناس اللي عايشين معاه في نفس البلد. الانسان اللي جوه فيسلر انتصر لما قرر انه يعيش حياة الاخرين. في النهاية فيلم حياة الاخرين فيلم عبقري في كل تفاصيله، كفاية قصته العظيمة اللي جاية تقول
حاجة فعلا مش تضيع وقتك. وكمان الطريقة اللي بيتحكي بيها الفيلم كتابيا واخراجيا. وبالنسبة للاداء التمثيلي فاداء الممثلين كان اكتر من ممتاز. الممثل اللي عمل دور الكاتب جورج كان تمثيله جميل، واللي لعب شخصية المخرج ألبرت خلاني احس فعلا بمعاناته. واداء مارتينا كان عظيم جدا لانها قدرت توصل لي قد ايه الشخصية اللي هي بتمثلها هي واحدة مستغلة واهم حاجة عندها نفسها. وبصراحة الممثلة قدرت توصل لي ده بكل سلاسة. لكن دور الضابط فيسلر هو اللي كان فوق الوصف. الممثل قدر ينقل لي كل تعقيد النفس البشرية في كل مشهد شفته فيه، وفي اوقات كتيرة من غير ما ينطق كلمة واحدة حتى. اكتر من لقطة هتقدر تشوف الصراع الداخلي اللي بيدور جواه بين الخير والشر اللي فيه من غير ما يتكلم. نظراته او تعبيرات وشه بس هيوصلوا لك ده من غير ما يبان متصنع او بيحاول يمثل بالعافية. في النهاية يا صديقي، فيلم لايف اذرز تجربة فنية عظيمة انصحك انك تتفرج عليها بنفسك. واستنونا مع فيلم تاني في فيلمولوجي. سلام.